بعد ما عدى اكتر من 4 اسابيع على فصل الشتاء، دلوقتي هقول لكم ايه افضل انميات لفصل الشتاء 2023. فما تنسوش اللايك الجميل والاشتراك في القناه، ويلا بينا. عندنا اول انمي مقتبس من لعبه نير، انمي نير اوتوماتا. والانمي ده زي ما كنا متوقعين قصته ملهاش علاقه باللعبه، والاحداث كلها جديده عن اللعبه. الانمي من استوديو وان بيكتشر، وعالم الانمي زي اللعبه بالظبط، عالم مليان بالاندرويد، والانمي مليان اكشن طول الحلقات. مش هتكلم عن القصه قوي علشان ما احرقهاش عليكم، ونروح على الانمي التاني. سباي روم من انتاج ستوديو فيل، وهو انمي اكشن غموض، وبيتكلم عن جاسوسات موجودين في عالم متدمر ومليان خراب وموت. وفي العالم ده بنت جميلة وحيوية اسمها ليلي، وهي طالبة في واحد من مراكز التعليم اللي بتدرب الشباب على الجاسوسية. وهي كانت متفوقة من ناحية الدرجات الكتابية، بس لما بيجي وقت الامتحانات العملية والحركة بتنجح بالعافية. وهي مع المستوى ده عارفة انها مش هتتخرج، بيقدموا لها عرض لمهمة مستحيلة، فبتقبل الانضمام للفريق عشان يعملوا المهمة المستحيلة دي. وبعد كده معانا انمي بادي داديز. بيتكلم الانمي عن قتلة كازوكي وكي. بتبدأ القصة لما بيقابلوا الطفلة ماري، واللي كانت بتدور على أبوها في ليلة الكريسماس، وبيحصل حاجة بتخليهم يعيشوا مع بعض، والبنت بتكون بنت واحد من زعماء المافيا. الانمي واضح جدا ان هو بيقلد سباي فاميلي، فاللي عاجبه سباي فاميلي ممكن يعجبه بادي داديز. الانمي من استوديو بي اي وورك، وتصنيفه كوميدي اكشن. بعد كده معانا انمي الارواح الخبيثه مونولوجيتاري. مع مرور الوقت على الاشياء بيحصل حاجه في نهايه عمرها، وبتبقى ليها روح او قلب، فتحول لتسوجو جامي. وقصتنا بتبدأ مع يوما، شاب أكتر حاجة بيكرهها هي اتسوجو جامي، وبعدين بيطلب منه إنه يروح يعيش في مدينة اسمها كيوتو مع بنت بترعى 6 من تسوجو جامي، وبتحبهم زي عيلتها. والانمي من إنتاج بي ان بيكتشر، وتصنيفه أكشن ومغامرة. قصة الانمي خفيفة شوية ومتوقعة حبتين. هنا بقى نخش على انميات الايسيكاي اللي ضربت من فترة ومش راضية تقدر لحد دلوقتي، وكان صعب جدا اطلع منها الحاجات الكويسة، لان معظمها نفس القصة والاحداث، فلازم هتحس بالملل وانت تتفرج عليها. فدول احسن ايسيكاي من وجهة نظري، وقصتهم مختلفة. اول حاجة معانا ايسيكاي ني ايكو وادا. بيتكلم عن سايتو، وده عامل يدوي اتطرد من شغله وفجأة لقى نفسه في العالم تاني في سحر وتأخر تكنولوجي، فطبعا مهاراته اليدوية بتكون مفيدة في العالم ده. وتصنيف الانمي كوميدي ومغامرة. وبعد كده معانا انمي المغامرون الذين فقدوا الايمان بالبشريه وسينقذون العالم. ده مش اضافه من عندي، ده اسم الانمي بجد على فكره. المهم القصه بتبدا مع نيك، وده مغامر قوي وفريق مشهور، وقائد الفريق ده عند نيك زي الاب وكان قدوته. لحد ما مع اخر مهمه عملوها بيكتشف نيك ان جزء كبير من الفلوس اللي عملوها من المهمه اختفت، وان واحد من الفريق سرقها. ولما نيك بيبلغ قائد الفريق بيتفاجئ ان نيك انه بيسامح الحرامي، وبيطرد نيك من الفريق اصلا. الانمي من استوديو جريك تويز، وبرضه تصنيفه مغامره وكوميدي. وبعد كده عندنا انمي تجسيد اقوى تلات ارواح في عالم اخر. بعد خيانة اصحابه ليه وهو بيموت، عمل تقنية إعادة البعث، واتولد في عائلة نبيلة بس من غير سحر، فهو قال لنفسه مين يحتاج للسحر، وبدأ يستخدم تقنيات الارواح بتاعته. وهو انمي سحر كوميدي واكشن، ومن انتاج استوديو بلانك. وبعد كده عندنا الانمي الرومانسي تومو تشان وانا نوكو. القصة هنا بتتكلم عن بنت بتتصرف زي الولاد، بس الحمد لله الانمي مش قوس قزح. وتومو تشان بتحب واحد صديقها من الطفولة. الانمي تصنيفه كوميدي رومانسي. اظن بقى عيب تكون وصلت لحد هنا وما تكونش عملت لايك وسبسكرايب. ومعانا بعد كده اغرب اسم انمي لعام 2023، وهو انمي الملاك اللي ساكنه جنبي ابتلعتني على الاخر. قصه الانمي بتدور حول ولد ادى البنت مظله بتاعته وتعب بعدها بسبب ان هو اتبل وكده، وبعدين هي بتحس بالذنب وتروح وتساعده لحد ما يخف تاني. تصنيف الانمي رومانسي ومدرسي وكوميدي. نيجي لاخر عمل معانا النهارده، هو كوكو شوفودو. رجع لنا تاني بموسم تاني لياكوزا، وهو ربة منزل. الانمي كوميدي واكشن من انتاج نتفليكس وبس. ساين وراه.